السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه؟ يا رب بكل خير وسعادة. النهاردة هنتكلم على نقطة مهمة جدا بيبقى عليها تساؤل كتير قوي من معظم الدكاترة. إيه الفرق بين الفيرتيكال والهوريزونتال بون لوس؟ وليه مشهور قوي إن الفيرتيكال بون لوس نقدر نعمل معاه بون ريجنريشن، لكن الهوريزونتال بون لوس ما بنعرفش نعمل ده؟ في حالة الهوريزونتال بون لوس إن يحصل بون ريجنريشن، خلونا مع بعض نفرق ما بينهم ونعرف إمتى نعمل إيه. اولا احنا عندنا المفروض في حالات انتاكت بريدونشم، يعني ما عنديش لا جنجيفايتس ولا بريدونتايتس. لو عملت اكس راي عشان اشوف البون ليفل، هلاقي البون ليفل بتاعي انتاكت، يعني اولموست ايبيكال للسيمنتو انامل جانكشن البروكسيمال بون، طبعا ايبيكال للسي اي جي فروم 1 تو 2 ملم. والمفروض ان شكل البروكسيمال بون بتاعنا بيبقى كونفكس او سيمي فلات، صح؟ وانس ان حصل بريدونتايتس ابتدى يحصل اتاتشمنت لوس انكلودنج الفلر بون لوس، هيبتدي شكل البون وليفل البون بتاعي يتغير. طبعا الليفل البون بتاعي يبقى مور ايبيكال، وشكل البون كمان هيتغير، يعني نو مور ان يبقى كونفكس. هيبقى ايه؟ هيبقى يا اما فلات اللي بنسميه في الوقت ده هوريزونتال بون ليفل، وده شكله كلينيكال وشكله في الاكس راي هوريزونتال او فلات ليفل. او الشكل الثاني او الباترن الثاني من البون لوس بيبقى انجولار او فيرتيكال بون لوس. الهوريزونتال بون لوس او الباترن اوف بون لوس هوريزونتال بون لوس بنسميه سوبرا بوني ديفكت، اما الفيرتيكال بون لوس بنسميه انفرا بوني ديفكت. طب ليه بيحصل في بعض الحالات هوريزونتال بون لوس وفي بعض الحالات التانية فيرتيكال بون لوس؟ بص، هو مفيش كرايتيريا محدده بتحدد ان ده لازم يحصل في الحاله دي. يعني مثلا يوجوالي مع التروماتيك اوكلوجن لو كانت سبب من اسباب البريدونتال ديفيشنسي، غالبا الباترن اوف بون لوس بيبقى فيرتيكال، بس ده كلاسيكال باترن، يعني ممكن نشوفه ممكن ما تشوفوش. في البريدونتايتس نتيجه الانفكشن، نتيجه البلاك وكالكولوس، المفروض ان يبقى الباترن اوف بون لوس بيبقى هوريزونتال، بس ده برضو كلاسيكال باترن، ساعات بنلاقيه هوريزونتال وساعات بنلاقيه فيرتيكال. فعشان كده هو مش مرتبط بحاله معينه ان دي هيحصل فيها هوريزونتال بون لوس ودي هيحصل فيها فيرتيكال بون لوس. احنا جايين لحاله فيها بيرودونتايتس، فطبيعي بعمل لها كلينيكال اند راديوجرافيك اكزامينيشن. وطبعا اسهل تول بستخدمها في الراديوجرافيك اكزامينيشن وطبعا بريدكتابل جدا وبتدي لي معلومات كتيره قوي هي البيريبيكال اكس راي. في البيريبيكال اكس راي ببص بشوف البروكسيمال بون الباترن اوف بون لوس، يا ترى هو هوريزونتال ولا انجولار او فيرتيكال. طيب السؤال بقى المهم، احنا دلوقتي عندنا يا اما هوريزونتال يا اما فيرتيكال. ليه الهوريزونتال بون لوس ما بنقدرش نعالج المشكله دي؟ بمعنى ان احنا ما نقدرش نعمل تعويض، ان احنا نعمل بون ريجنريشن للميزد بون اللي حصل له ديستراكشن، على عكس الفيرتيكال بون لوس ان احنا نقدر نعمل ليه ريجنريشن ونعلي الليفل بتاع البون. طب نقول بيولوجيكالي ده بيحصل ليه؟ في حالات الهوريزونتال بون لوس وحالات الفيرتيكال بون لوس. في الفيرتيكال بون لوس او الهوريزونتال بون لوس مين اللي هيعمل بون؟ الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هي الخليه المسؤوله عن تكوين النسيج الجديد من العظم. ولقوا ان الاورال اوستيوبلاست دايما الوركينج دايركشن بتاعها، الدايركشن اوف ورك بتاعها بيبقى هوريزونتال، يعني تشتغل الميزيو ديستال دايركشن وباكولينجوال دايركشن، ما بتعرف تشتغل ايبيكوكورونا. ففي حاله الهوريزونتال بون لوس انا عندي فلات سيرفيس، فلات سيرفيس زي ما اتفقنا، فبالتالي حضرتك بتطلب من الاوستيوبلاست انها تشتغل ايبيكوكورونال، وهي ربنا سبحانه وتعالى ما خلقهاش بتعرف تشتغل كده. بمعنى وانس ان انا عندي هوريزونتال بون لوس او فلات سيرفيس، نو واي ان يحصل فيرتيكال بون ريجنريشن. لكن في حاله الفيرتيكال بون لوس انا اوريدي عندي بون، عندي 3 وولز زي ما هنوضح كمان شويه، او 2 وولز او 1 وول، فانا عندي بون ستيل مصدر للاوستيوبلاست، ستيل مصدر للنيوتريشن، ستيل مصدر للفاسكولاريتي، كده متماشي مع الدايركشن اوف ورك بتاع الاوستيوبلاست. فتقدر تشتغل يا دكتور ان هوريزونتال دايركشن زي ما اتفقنا، بتشتغل ميزيو ديستال وبتشتغل باكولينجوال، وتقدر تعوض لي جزء من البيزد بون. فعشان كده الموضوع موضوع بيولوجي، يعني مش موضوع امكانيات دكتور ولا امكانيات ماتيريال، لان احنا ما شاء الله عندنا دلوقتي ماتيريال قويه جدا بتساعد الاوستيوبلاست انها تعمل بون ريجنريشن. لكن في الاول وفي الاخر اللي هيعمل بون ريجنريشن هي
الاوستيوبلاست. فبالتالي انا بفولو البيولوجي، بشوف انا الحاله دي يا ترى بيولوجيكال وايز الاوستيوبلاست في شكل الديفكت ده تقدر تشتغل وتعمل بون ولا لا. فعشان كده من البدايه من الاكس راي لما بشوف ان انا عندي هوريزونتال بون لوس، ببقى عارفه ان انا اقصى حاجه اقدر اوصل بيها كنتيجه مع البيشنت ده ان انا اعمل ستوب الدستركشن. تمام، امنع فيرذر ديتيريوريشن، وده مكسب ان احنا نقف عند نفس النقطه وعند نفس الليفل من البون. دي حاجه كويسه جدا، لان انا لو ما عملتش كده ايه اللي هيحصل؟ هخسر عظم اكتر، فهخسر السنه في وقت قريب جدا. فاذا انك تستوب الدستركشن وتحتفظ بنفس ليفل البون ده على اللونج تيرم، ده يعتبر مكسب قوي جدا وحقيقي للبيشنت بتاعك. اما في الفيرتيكال بون لوس، ان يبقى عندنا هنا فرصه ذهبيه زي ما بيقولوا، ان احنا هنوقف الدستركشن طبعا بالمانجمنت بتاعنا، وكمان هنقدر نحقق ريجنريتد تيشو، ان انا ارجع جزء من التيشو اللي مفقوده مره تانية، لان انا عندي هنا باترن اوف بون لوس could be corrected surgically، بان انا هعمل guided tissue regeneration زي ما بيقول، او guided bone regeneration لو انا around implant او في edentulous area following البيولوجي، لان الديفكت ده متماشي مع امكانيات الاوستيوبلاست اللي هي محتاجه some sort of bone يبقى موجود عشان تكمل الميزد بون عنه، لان هي بتشتغل زي ما اتفقنا في horizontal direction ميزيو ديستال باكولينجوال نوت ايبيكو كورونال. عشان كده الموضوع مش موضوع امكانيات دكتور، الموضوع مش موضوع ماتيريال بنستخدمها، موضوع بيولوجي. فدايما اللي يبقى عندي هوريزونتال بون لوس مفيش امكانيه ان احنا نعمل بون ريجنريشن، لكن يبقى عندي فيرتيكال بون لوس بروكسيمال فيرتيكال بون لوس اقدر اعمل ريجنريشن. السؤال اللي بعد كده، طيب الفيرتيكال بون لوس عندنا مش شكل واحد، يعني عندنا هوريزونتال از هوريزونتال، لكن الفيرتيكال بون لوس عندنا في منه 3 سب ديفيجنز. 3 سب ديفيجنز دي لازم ابقى عارفاها، لانها هتفرق معايا جدا في الاند ريزلت وفي الماتيريال سيلكشن. بمعنى انا عندي الفيرتيكال بون لوس قسمه لنا لثلاث حاجات: 3 وول بوني ديفكت، 2 وولز بوني ديفكت، 1 وول بوني ديفكت. هو اوريجينالي البون اللي بنتكلم عنه اللي هو البروكسيمال بون، يا ميزيال يا ديستال. خلاص، فانا مثلا لو جيت على الميزيال بروكسيمال بون بتاع التوس وعندي فيرتيكال بون لوس، المفروض ان البون ده اوريجينالي عباره عن بون كيوب مكعب من العظم، قسموه لنا الدكاتره لفور وولز: بروكسيمال بكال، بروكسيمال لينجوال، وتو بروكسيمال جزء للتوس اوف ماي انترست وجزء للتوس الادجيسنت. فعشان كده هو عباره عن بون بلوك اوريجينالي 4 وولز. لو احنا خسرنا وول يبقى 3، لو خسرنا 2 يبقى 2، لو خسرنا 3 يبقى 1، لو خسرنا الاربعه وولز ده اللي هو بنعرفه بيه الهوريزونتال بون لوس او السوبرا كريستال بون ديفيشنسي. احنا بنتكلم في انفرا بون ديفيشنسي، فانا دلوقتي عندي جزء مفقود وجزء ايه موجود. فاتفقوا ان احنا هنسمي الديفكت بالنمبر اوف ريمينينج وولز مش ميسنج وولز عشان ما حدش يتلخبط. فانا لما بقول لحضرتك 3 وول بوني ديفكت زي اللي قدامنا ده في الصوره كلينيكال وفي الدياجرام اللي مرسوم، 3 وول بوني ديفكت يعني ده ديفكت فيه ريمينينج 3 وولز وميسنج 1 وول. فاحنا دايما بنسمي الديفكت بالنمبر اوف ريمينينج وولز. طيب التول بوني ديفكت معناه ايه؟ 2 ميزد و2 بريزنت، دي سهله. بيبقى ليه شكلين: يا اما الشكل الاولاني ان انا عندي زي ما حضراتكم شايفين مثلا واحد من البلتل او بروكسيمال بلتل او بروكسيمال بكل، واحد منهم، وان بروكسيمال اللي هو ريليتد للادجيسنت تيس، لكن البروكسيمال بتاع التوس نفسه ميزد والبروكسيمال بكل مثلا ميزد، او التو بروكسيمال وولز ميزد وعندي بس البروكسيمال بكل والبروكسيمال بلتل اللي احنا ساعات بنسميه أسس كراتر. ده 2 وول بوني ديفكت. 1 وول بوني ديفكت معناه ان انا عندي remaining 1 وول وميسنج 3 وولز. خلاص، يبقى انا كده عندي هوريزونتال وفيرتيكال، والفيرتيكال فيه منه 3 سب ديفيجن: 3 وول بوني ديفكت، 1 وول بوني ديفكت، و2 وول بوني ديفكت. طيب هل انا مهم ان انا اعرف قصه ال1 وال2 وال3 وول بوني ديفكت؟ لان انا باين في الاكس راي عندي ان انا عندي فيرتيكال بون لوس، فخلاص اهو فيرتيكال بون لوس، بس طبعا في فرق كبير ما بين الثلاثه. البوتنشال بتاع الديفكت فور بون ريجنريشن مختلف، بمعنى تفتكر عمليه البون ريجنريشن في ال3 وول بوني ديفكت هتبقى اسهل ولا في ال2 وول بوني ديفكت ولا في ال1 وول بوني ديفكت؟ طبعا كل ما النمبر اوف ميسنج وولز يبقى اقل كل ما عمليه البون ريجنريشن تبقى اسهل وفيري بريدكتابل. العكس صحيح، كل ما النمبر اوف وولز ميسد وولز تبقى اعلى كل ما البريدكتابيلتي اوف ريزلت هتبقى اقل. وده بيفرق معايا في حاجتين:
بيفرق في معايا في البريدكتابيلتي اوف ريزلت. اول حاجه ان انا ببقى فيري بريدكتابل جدا في الريزلت بتاعتي مع ال3 وول بوني ديفكت، اقل شويه مع ال2 وولز، اقل خالص مع ال1 وول. بس طبعا كده كده في ريزلت، بس بتقل البريدكتابيلتي مع زياده عدد الوولز المفقوده. الحاجه الثانيه بتفرق معايا في السلكشن اوف بون جرافت ماتيريال، وده وضحناه في المحاضره السابقه بتاعه البون جرافت ماتيريال سلكشن. ان يبقى عندي كل ما يبقى عندي ميسنج وولز اقل، كل ما انا معظم البون جرافت ماتيريالز ما كانوش كلهم بيدوني بريدكتابل ريزلت. لكن كل ما يبقى عندي عدد اقل من الوولز موجود زي الوان وول بوني ديفكت وعدد اكبر من الوولز ميزد، فالاوستيوجينيك بوتنشال بتاع الديفكت بيبقى اقل واضعف، فبالتالي لازم استخدم بون جرافت الاوستيوجينيك بوتنشال بتاعه عالي زي الاوتوجينوس بون او الالوجرافت. فعشان كده ده يفرق معايا في السلكشن بتاع نوع البون جرافت اللي هستخدمه في علاج الحاله دي. الحاجه الثالثه هيفرق في الكوست، لان برضو زي ما قلنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت ان مش كل انواع البون جرافت يبقى ليها نفس البرايسنج، فعشان كده هيفرق معايا في التريتمنت بلان كوست اللي هتكلف فيه مع البيشنت بتاعي. فعشان كده لازم ابقى داخل على نور، لان ممكن حد يقول لي طيب ما انا هعمل فلاب، هرفع فلاب واشوف. ماشي، ما انت بعد ما ترفع فلاب هتقعد بقى تشوف هم 1 ولا 2 ولا 3 وولز، هل انت محضر الماتيريال كبون جرافت ماتيريال المناسبه للحاله، هل انت متفق مع البيشنت على الكوست المناسب للماتيريال اللي انت هتستخدمها. فعشان كده احنا لازم نبقى داخلين على نور زي ما بنقول، فنبقى عارفين الفيرتيكال بون لوس اللي بان عندي في البريبيكال اكس راي ده يا ترى 1 وول بوني ديفكت ولا 2 وولز بوني ديفكت ولا 3 وولز بوني ديفكت. how to define، ما هو برضو ده سؤال، يعني هعرف ازاي هم 1 ولا 2 ولا 3؟ هل ده بيبقى واضح عندي في الاكس راي؟ طيب احنا عندنا في 3 طرق للتعريف اعرف ازاي هو 1 ولا 2 ولا 3 وول بوني ديفكت. اول طريقه طبعا البريبيكال، ودي اول حاجه حضرتك عملتها عشان اصلا تعرف الحاله دي يا ترى هي الباترن اوف بون لوس هوريزونتال ولا فيرتيكال، فانت لقيته فيرتيكال بون لوس. يا ترى من البريبيكال اكس راي سهل نعرف الحاله دي 1 ولا 2 ولا 3 وول بوني ديفكت؟ في بعض الحالات وبعض الحالات لا، لان عندنا البريبيكال اكس راي هي 2 دي بتوريني ميزيو ديستال وتوريني ايبيكو كورونال، ما بتورينيش باكولينج. فغالبا في الوان وول بوني ديفكت الدنيا بتبقى واضحه جدا، لان زي ما حضراتكم شايفين احنا عندنا مثلا الابر فور ده طبعا دايما الميز ده عندي هو البروكسيمال بون بتاع التوس اوف انترست. البروكسيمال بون هنا للفور ميزد، اما البروكسيمال بون للفايف بريزنت. ما هو ده اللي احنا قلنا بوكس صح، 4 وولز، في واحد ميزد اللي هو بتاع الفور، واحد بريزنت اللي هو بتاع الفايف، واحنا شايفين في النص هنا بلاك ريديوليوسنسي، وده معناه ان في ثرو اند ثرو ديفكت، يعني انا ميسنج هنا البروكسيمال بكل والبروكسيمال بلاتال. فعد معايا كده يا دكتور عدد الميست بوني وولز. ما عنديش بروكسيمال للتوس اوف انترست بتاع الفور، ما عنديش بروكسيمال بكل، ما عنديش بروكسيمال بلاتال، يبقى انت فاضل لك مين؟ فاضل لك البروكسيمال بون ريليتد للفايف، وهو ده يعتبر ديفكت 1 وول بوني ديفكت. فعشان كده ساعات كتير بنلاقي ان الوان وول بوني ديفكت بيبقى واضح جدا في البريبيكال اكس راي، ومش محتاج فيرذر انفستيجيشن ان انا اقدر اعمل حاجه تديني مور اكيوريت ريزلت او مور اكيوريت دايجنوزس للكيس. الكيس اللي جنبها هنا في شادوز، يعني انا شايفه في ميسنج وول لل6 اللي هو البروكسيمال بون بتاع ال6، وعندي البروكسيمال بون بتاع ال5 موجود، وفي شادوز هنا، يعني معنى كده ان في وول او 2 مش عارف. فهنا الحاله دي اما تبقى 2 او 3 وول بوني ديفكت على حسب، فهنا يعتبر في ايه؟ في لخبطه. وعشان اعمل اوصل لديفينيت دايجنوزس هقول لك تعمل ايه، بس طبعا كده الاكس راي هنا مش ديفينيت وايز تقول لي الحاله دي 2 ولا 3 وول بوني ديفكت. الحاله الثالثه اللي تحت دي احنا عندنا من اول الكريست بتاع البون اللي موجود لحد ما السهم بتاعي بيقف هنا كده، ده يعتبر يا دكتور 1 وول بوني ديفكت، لان انا شايفه بلاك او ريديوليوشنز زي ما اتفقنا. فالبروكسيمال بون بتاع ال6 ميزد، البروكسيمال بون بتاع ال7 بريزنت، البروكسيمال بكل ولينجوال ميزد. بس لما هننزل مور ايبيكال هنلاقي ان في شادوز موجوده هنا من البون، معنى كده ان انا عندي غير البروكسيمال بتاع ال7 اللي موجود والبروكسيمال بتاع ال6 اللي هو ميزد، انا عندي هنا حاجه، عندي يا اما بروكسيمال لينجوال يا بروكسيمال بكل يا الاثنين مع بعض، وده بيسموه combined bony defect. ده combined، يعني ده مش بيور 1 وول ولا بيور 2 وولز ولا بيور 3 وولز، ده في جزء منه coronal wise 1 وول بوني ديفكت، وايبيكال يا 2 يا 3 وول بوني ديفكت. تمام؟ عشان كده مش دايما الاكس راي بتديني accurate wise الحاله دي 1 ولا 2 ولا 3 وول بوني ديفكت. ساعتها how to confirm مع البريبيكال اكس راي بنعمل حاجه اسمها بون ساوندنج. البون ساوندنج معناه كلينيكال وايز هنعمل ايفالويشن، هستخدم
البريدونتال بروب بتاعي، بس عشان اعمل بون ساوندنج لازم ادي للبيشنت انفلتريشن، لازم اديله انستيزيا. هدي في الفيستيبيول بتاع البيشنت اجينست التوس اوف انترست هديله انستيزيا انفلتريشن، وبعد ما يبقى البيشنت انستايز هبتدي ادخل بالبريدونتال بروب بتاعي، بس المره دي انا هدخل تاتشنج بون. يعني احنا دايما لما بنيجي نعمل ميجرمنت للبوكيت ديبس او الاتاتشمنت ليفل او حتى بنقيس سالكس ديبس بندخل باسيف، بدخل بالبريدونتال بروب باسيف، ما بضغطش عشان ما اعملش لا كومبريشن ولا بيرفوريشن للسوفت تيشو. لا، المفروض بالمره دي حضرتك مطلوب منك تعمل بيرفوريشن للسوفت تيشو اللي هو البيولوجيكال ويدث عشان اوصل لحد البون كريست. هدخل بالبريدونتال بروب في 3 اماكن، طبعا دي بتبقى حاجه فيري بينفول، فعشان كده احنا ادينا للبيشنت انستيزيا. هدخل في 3 اماكن في البروكسيمال سيرفيس اللي انا شاكه ان الفيرتيكال بون هنا انا مش عارفه هو 2 وول ولا 3 وولز ولا ايه الاخبار. هدخل بروكسيمال بكل، وهدخل بروكسيمال لينجوال، وهدخل ميد بروكسيمال. يعني لو رجعنا مثلا الاكس راي اللي فاتت دي اللي هي دي اللي احنا مش عارفين هو كام وول، هدخل هنا في الميزيال 6، هدخل بروكسيمال بكل تاتشنج بون ساوندنج زي ما اتفقنا، وهدخل بروكسيمال لينجوال، وهدخل ميد بروكسيمال، بحيث ان انا بشوف الثري ريدنجز بتاعتي عشان اشوف هل يا ترى في وولز موجوده ولا مش موجوده. كل ما الريدنج تبقى اقل في القيمه العدديه كل ما معناه ان في وول موجود، كل ما القيمه العدديه تبقى اكبر كل ما معناه ان البون مزد. يعني هنا مثلا لو انا دخلت مثلا بروكسيمال بكال لقيت الميجرمنت 6، وبروكسيمال لينجوال لقيت الميجرمنت عندي 7، وميد بروكسيمال لقيت 12. معنى كده ان انا عندي في تو وولز بروكسيمال بكال وبروكسيمال لينجوال، وعندي يا دكتور ميزد ايه؟ ميد بروكسيمال. يبقى في الحاله دي الديفكت بتاعي هنا يعتبر ايه؟ 3 وول بوني ديفكت، مش 2 وول ولا 1 وول بوني ديفكت. فاذا ساعات البريبيكال اكس راي لوحدها بتبقى كافيه ان انا اعمل ديفينيشن للحاله بتاعتي، هي ترى هي 1 ولا 2 ولا 3 وول بوني ديفكت، وساعات بضطر استخدم معاها كمان بون ساوندنج عشان اتاكد هي which ديفكت انا هتعامل معاه في الحاله بتاعتي. ريسنتلي بقى عندنا تول اسهل وليس انفيزيف وادق منها، طبعا ادق من البريبيكال اكس راي لوحدها، هي السي بي سي تي. السي بي سي تي بقى بتديك قدره ان انت تشوف كل الابعاد اللي انت عايزها، ميزيو ديستال باكولينجوال ايبيكوكرونال، بمقاطع مختلفه، ب 1 تو 1 ريشيو، فما فيهاش الونجيشن وشورتنج، فبالتالي تقدر تو ديفاين مور اكيوريت. بس طبعا هي بتبقى مور اكسبنسيف عن البريبيكال، وطبعا الراديشن بتاعها اعلى، فما بنعملهاش الا لو ايه انا متلخبطه البريبيكال مش مدياني ديفينيت دايجنوزز للكيس، فاقدر اشوف في السي بي سي تي حاجات كتير انا مش عارفاها. زي مثلا اشهر حاجه الفوركيشن انفولفمنت، ساعات دي من الديفكتات السخيفه شويه اللي مش سهل اشوفها، بالذات في الابر مولرز مش سهل قوي ان انا اشوفها، مش سهل خالص اشوفها في البريبيكال اكس راي. وحتى كلينيكال وايز لو معيش نيبرز بروب ممكن ما اعرفش احدد هي دي فوركيشن انفولفمنت كلاس 2 ولا كلاس 3 اند سو اون. برضو في الاكس راي بقدر اشوف انا عندي كام ديفكت اراوند الروت بتاعي، كام وول ميزد اراوند الروتس بتاعتي، وكام وول بريزنت عشان احدد هو 1 وول ولا 2 وول ولا 3 وولز. ففي النهايه انت عندك التولز المتاحه في الشغل بتاعنا عشان تقدر تحدد هي 1 ولا 2 ولا 3. نبدا بالبريبيكال اكس راي اذا كانت كافيه وبتديك الداتا الصحيحه للحاله او اللي انت تقدر تحدد بيها الديفينيت دايجنوزس بتاعك يبقى خير وبركه. مش كافيه لوحدها هعمل معاها بون ساوندنج، انا متلخبط ومش قادر احدد بالاثنين، او شايف ان البون ساوندنج فيري انفيزيف بالنسبه للبيشنت بتاعي، ساعتها ممكن اطلب من البيشنت سي بي سي تي على التوث او التيس اوف انترست عشان احدد ديفينيت وايز انا بتعامل مع مشكله ابعادها ايه. طيب انا هعمل بريبيكال او هعمل سي بي سي تي او وات ايفر. احنا قلنا ان الفيرتيكال بون لوس هو اللي اقدر فيه احقق موضوع البون ريجنريشن اكوردنج للبيولوجي، ان الاوستيوبلاست دايما بتشتغل ان هوريزونتال دايركشن. اقدر في الاكس راي احدد انا اقدر اوصل لحد فين، طبعا تقدر تحدد، وبالذات كمان في البريبيكال اكس راي بوصل يا دكتور مع الحاله بتاعتي. انا ببتدي اعمل بون ريجنريشن تارجتنج ان انا اوصل للموست كورونال بوينت اوف ريميننج بون. الموست كورونال بوينت اوف ريميننج بون يعني انا اقدر احقق ريجنريشن من الابيكال بوينت للموست كورونال بوينت، ميزيو ديستال اند باكولينجوال زي ما اتفقنا، لان احنا قلنا الاوستيوبلاست ما بتشتغلش ايه ايبيكو كورونال. فاذا انا في الاكس راي ببقى شايف وعارف وات ايفر بقى هي 1 او 2 او 3 وول بوني ديفكت، انا عندي الايبيكال بورشن من الديفكت وعندي الكورونال بورشن من الديفكت، فانا عارفه ان انا اقدر اوصل بالريجنريشن بتاعي، اقدر اوصل البون ليفل للموست كورونال بوينت اوف ريميننج بون، وات ايفر بقى الموست كورونال بوينت دي
واقفه لحد فين. يعني ما اقدرش اطلع ولو نص ملي زياده ايبيكوكرونال عشان ازود عن ده ويحصل عندي بون ريجنريشن، حتى لو انا حطيت اكسترا بايو ماتيريالز. فعشان كده احنا زي ما قلنا فولوينج البيولوجي، فعارفين ان في الحاله دي هنوصل لحد الليفل ده من البون. خلونا كده مع بعض نشوف تو كيسز كاكزامبل للحالات الفيرتيكال بون لوس نتعامل معاها ازاي. عندنا الكيس دي، الحاله دي كان عندها مش كان عندها بريفيوسلي دايستما، وحصل بيريدونتايتس، وابتدى يحصل فليرنج للابر سنترال زي ما حضراتكم شايفين، فالسبيس وسع جدا، وكذلك حصل سلايت اوفر ايربشن للابر سنترال انسايزور زي قدام حضراتكم كده، وده البريبيكال اكس راي بتاعتها. فنيجي كده نبص في البريبيكال اكس راي، عندنا ده الباترن اوف بون لوس هنا فيرتيكال بون لوس، وده يعتبر وان وول بوني ديفكت، لان عندنا اللي ورا ده الشادو بتاع البلاتال سوفت تيشو، ده مجرد وان وول موجود. احنا عندنا ميسنج البروكسيمال بتاع السنترال اللي هو التوس اوف انترست، وعندنا ثرو اند ثرو مفيش لا بروكسيمال بكال ولا بروكسيمال بلاتال. فحاله زي كده محتاجه نعمل لها ريجنريشن، ودكتور الأورثو طلب ان احنا نعمل ريجنريشن الاول، نحسن البون ليفل، وبعد كده هو هيبتدي يعمل أورثو. فاتعمل الفلاب ديزاين بتاعنا، وهنا عشان عندنا دايستما كبيره فعملنا فلاب ديزاين هنا اسمه بابيلا بريزرفيشن، ورفعنا الفلاب بكلي مع البابيلا تو بي بريزرفد زي ما حضراتكم شايفين كده. هو هنا وان وول بوني ديفكت زي ما شفناه في الاكس راي. استخدمنا البون جرافت ماتيريال المناسبه للحاله، اتعمل باكينج للبون جرافت ماتيريال، وبعد كده كفرد ويز الممبرين عشان نعمل جايدد تيشو ريجنريشن، لان ما ينفعش استخدم ممبرين بس ويديني ريزلت في حاله زي كده، ولا بون جرافت بس، لازم استخدم الاثنين مع بعض. وده هنوضحه في محاضره جايه ان شاء الله ليه بنستخدم التو ماتيريالز مع بعض. المهم بون جرافت باكينج ممبرين كفرج، وبعد كده بنرجع الفلاب لمكانه عشان احنا عاملين بابيلا بريزرفيشن، بيبقى غالبا في الانتيريور ريجون بنعمل الانسيجن بلاتال، ويبقى السوتشر بتاعها بلاتال فور استاتيك وتو بروزيرف البابيلا هايت. ده بعد 6 شهور من الريجنريشن، لان احنا بعد البون ريجنريشن دكتور الأورثو بيفضل ان هو ينتظر 6 شهور عشان يعمل الاورثودونتيك تريتمنت بتاعه، على الرغم ان ده دلوقتي ريسنتلي ما بقاش محبذ، يعني ان هو ممكن بعد من شهر ونص لشهرين يبتدي يشتغل، لان بيبقى حصل انيشال بون ريجنريشن سوفت بون، فده بالنسبه له بيبقى اسهل في حركه التوس. لكن في دكاتره لسه على القديم، يعني ان هو بيستنى 6 شهور لما يبقى عندي partially mineralized bone regeneration. clinical wise السيتويشن زي ما هو، الدايستيما زي ما هي، سوفت شو ليفل زي ما هو. تعالوا بقى نبص في الاكس راي. ده بعد 6 شهور في الاكس راي. طبعا اللي قدامنا ده بون تيشو مش بون جرافت، ده لو بون جرافت هيبقى وايت دوتس موجود عندنا، لكن ده تيشو الترابيكوليشن بتاعته سيميلر للايبيكال بون، وكمان سيميلر في الاوباسيتي بتاعته. وده الكومباريزون عندنا بيفور وافتر. ده الفيرتيكال بون لوس زي ما شفناه في الاول، وده بعد الريجنريشن. احنا وصلنا لنفس الليفل صح اللي احنا اللي هو موست كورونال بوينت اوف ريمينينج بون. فانت دايما قبل ما تبدا انت عارف ان انت هتوصل لويتش ليفل اوف بون عشان تحقق عمليه الريجنريشن وتوصل بالبون ليفل للبريدكتابل ليفل اللي موجود عندك في الاكس راي. بعد كده دكتور الأورثو عمل الحاله اورثودونتيك تريتمنت عشان يعني عمل سلايت انتروجن للتوث، وعمل لها لاترال موفمنت عشان يقلل السبيس، ووصل للدايستما سيتويشن اللي كانت موجود عليه البيشنت قبل كده، ووقف عند الليفل دوت، وبعد كده عمل ريتنشن وسبلنت. فده الاكس راي بتاعتها بيز لاين اول ما ابتدينا بعد 6 شهور وبعد الاورثودونتيك تريتمنت، وده السيتويشن بيفور وافتر في كلينيكال وايز قبل ما يقفل الدايستما وقبل ما يحرك التوث وبعد ما حرك الاسنان. نشوف حاله كمان. احنا عندنا ده برضو البيشنت كان جاي للتوس فيها موبيليتي، وان في دايما في بلاك اكيوميليشن، وفي بين مع الموبيليتي ديت، وان هو عايز يحافظ على التوس مش عايز يخلعها. فمبدئيا طبعا عملنا سكيلينج كويس، واتعمل سبلنت للاسنان علشان نقلل من حركه التوس، عشان نقلل حتى من الديستركتيفيتي والبين اللي بيحس بيه. وده كانت البريبيكال اكس راي بتاع البيشنت. طبعا ده فيرتيكال بون لوس زي ما حضراتكم شايفين، وان وول بوني ديفكت. لو انا
انا صعب عليا ان انا احدده في البريبيكال اكس راي، قلنا بقى ممكن نعمل معاها بون ساوندنج او ممكن اعمل سي بي سي تي عشان اعمل اكيوريت ديفينيشن للديفكت بتاعي 1 وول ولا 2 وولز ولا 3 وولز. طبعا حاله زي كده 1 وول بوني ديفكت محتاجه بون جرافت، الاوستيوجينيك بوتنشال بتاعه عالي، يعني الو جرافت او ممكن زينو جرافت، او ساعات بنعمل ميكس ما بين النوعين لو احنا محتاجين نعمل ده. اتعمل الفلاب هنا، اتعمل برضو بابيلا بريزرفيشن، بس البابيلا اسمها سنجل فلاب ابروتش، ان احنا بنحافظ على البابيلا وبنسيبها مكانها وبنرفع البكال فلاب. اتعمل سكيلينج ودي جرانيوليشن كويس، اتعمل بليسمنت للبون جرافت، اتعمل له باكينج كويس عشان يعمل ريكونستراكشن للميزد بوني وولز، والكلام ده كله طبعا برضو اتعمل له كفرج بالممبرين واتعمل له تاكينج لينجوالي عشان يعمل كفرج للجرافت بتاعي بكال واوكلوزال ولينجوال. وبعد كده اتعمل كورونال ادفانسمنت للفلاب عشان تكمبنسيت السوفت تيشو شرينكج اللي ممكن يحصل بوست سيرجيكالي. ده بعد اسبوعين يوم فك الخياطه السوفت شو ليفل الى حد كبير كويس، ما حصلش الماسيف شرينكج اللي كان متوقع بعد ما رفعنا وشلنا الجرانيوليشن تيشو عشان نقلل من السيفيريتي بتاعه الريسيشن. وده افتر 8 ويكس، يعني بعد شهرين من السيرجري. لو جينا لاحظنا كده في الاكس راي لسه البون جرافت مش كله حصل له تيرن اوفر، ولسه ما حصلش كومبليت سبستيتيوشن ويز نيو بون فورميشن، وحتى البون اللي اتكون لسه يعتبر سوفت بون، عشان كده لسه في الراديو اوباستي بتاعته ولسه ما حصلش كومبليت بون فورميشن ومينراليزيشن. ده بعد 7 شهور كلينيكال وايز السوفت شو ليفل الى حد كبير محتفظ بنفس الثبات بتاعه. وده في الاكس راي عندنا ده البون، اصبح هنا عندي البون مور مينرالايزد مور راديو اوبيك، نفس الاوباسيتي ونفس الترابيكوليشن بتاع الايبيكال بون. ده بيفور وافتر. هل الريزلت اللي احنا وصلنا لها دي كليفل بريدكتابل ولا لا؟ طبعا بريدكتنج من البدايه، لان احنا زي ما اتفقنا بنوصل للموست كورونال بوينت اوف ريميننج بون، وده الفولو اب بتاعها 4 سنين فولو اب. ستابيليتي اوف ذا ريزلت، وستابيليتي اوف ذا ريزلت هنا بتعتمد على كذا حاجه، اختيارك للتكنيك العلاج الحاله، اختيارك للماتيريال عشان تجين ريزلت بريدكتابل زي كده، المينتننس والفولو اب مع البيشنت. يعني برضو ما ينفعش انا ابقى حققت ريزلت وشفت الاكس راي بعد 6 شهور باي باي، مش ما نعرفش بعض بعد كده. بالعكس انا دايما باكد على العيان ان لازم تتابع كل 6 شهور. بيجي كل 6 شهور اعمل سكيلينج كويس لو في اي كالكولس اتكون في خلال المده البسيطه دي، وهيبقى طبعا اماونت اوف كالكولس قليله مع الروتين ديلي هايجين مينتننس، واعمل بريبيكال اكس راي اطمن على ثبات الريزلت بتاعتي، وطبعا مع الكلينيكال ايفالويشن للبوكت ديبس والاتاتشمنت جين اللي حصل. احنا وصلنا للليفل البريدكتد من البدايه عشان هو ده الموست كورونال بوينت اوف ريمينينج بون. عايزه اقول لكم كمان ان الموبيليتي بتاعه التيس قلت، وعشان كده احنا شلنا السبلنت، بدل ما كانت جريد 2 بقت جريد 1، فالبيشنت يفضل ان احنا شلنا له السبلنت لانه بقى قدر يتعامل معاها بشكل احسن ويقدر يقطم عليها. طبعا سوفت دايت، طبعا مش هارد دايت زي الاول، بس حياه البيشنت احسن وحافظ على السنه بتاعته. نهايه او كونكلوجن نقدر نقول ان عشان دايما احصل على الريزلت اللي انا عايزاها، دايما نو يور بيولوجي، يعني دايما اعرف الحاله دي امكانياتها كحاله كبيولوجي كريجنريشن، الريجنريتيف بار بتاعتها هاي ولا لو زي الهوريزونتال بون لوس، هاي زي الفيرتيكال بون لوس. والفيرتيكال بون لوس مش كله زي بعضه، زي ما اتفقنا عندنا 1 وول و3 وولز و2 وولز، فلازم ابقى بفرق ما بينهم عشان البريدكتابيلتي اوف ذا ريزلت، سelection اوف ماتيريال، والكوست بتاع التريتمنت بتاعي اللي هقدمه للبيشنت. دايما السنان يا دكاتره عايزه اتاتشمنت، والاتاتشمنت ده يا عن طريق ان يحصل guided tissue regeneration bone formation periodontal ligament regeneration فتعمل attachment للتوث، لانه خلي بالكم البون لو حصل له ريجنريشن ودايركتلي ان كونتاكت مع التوث ده هتبقى انكلوزد، واكيد مش هو ده اللي احنا بنتارجت ليه. فعشان كده واحنا بنعمل جايدد تيشو ريجنريشن باستخدام بون جرافتو ممبرين، احنا تارجتنج ان يحصل ريجنريشن للبون والسمنتم والبريدونتال ليجامنت. وانس ان في بون ان شاء الله هيبقى فيه بريدونتال ليجامنت، فعشان كده دايما التوث محتاجه اتاتشمنت. وعشان كده في حالات الهوريزونتال بون لوس انا مش عايزاك تبقى زعلان برضو او محبط ان انا مش هقدر اعمل ريجنريشن لانه بيولوجيكالي نوت فاليد. بالعكس مع حضرتك مع السكيلينج كويس والريموفال اوف ذا كوز والهايجين مينتنس يبتدي يحصل اتاتشمنت، والاتاتشمنت ده هيبقى ويز ريبير ويز لونج جانكشن ايبيثيليوم. صحيح هو مش بقوه البريدونتال ليجامنت اتاتشمنت، لكنه ستيل اتاتشمنت، فبيدي ثبات للسنه وبيدي لونجيفيتي اعلى للتوث برضو، عشان ما يبقاش فيه دايما ديسيجن متهور ان احنا ما دام في بريدونتايتس يلا نخلع السنان. لا، دايما ننتظر وندي فرصه
الاسنان انها تكمل وتعيش، بس بالعلاج الصح وباحترام البيولوجي بتاع كل كيس. الديفكت بوتنشال زي ما اتفقنا بيفرق، زي ما قلنا احنا بنبان عندنا في الاكس راي ان احنا عندنا فيرتيكال بون لوس، بس ضروري تعرف هو هوريزونت، هو 1 وول ولا 3 وولز ولا 2 وولز. اتمنى ان المحاضره تكون اضافت ليكم، وضحت اي نقط ممكن تكون مبهمه بالنسبه لكم، وان شاء الله يبقى في جديد نضيفه ان شاء الله على الشانل قريب، نوضح بيه نقط اكتر زي الجايدد تيشو ريجنريشن والجايدد بون ريجنريشن والفروق ما بينهم. في انتظار تساؤلاتكم واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.